هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 6 من يوليو. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول تطورات الأوضاع في إثيوبيا بعد مقتل الفنان الإثيوبي الشاب هوجالو هونديسا. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا تطالب الحكومة بتوفير الغذاء للشعب. عضو في البرلمان الإيطالي يطالب بفتح المدرسة الإيطالية في أسمرة. صندوق الطوارئ لأفريقيا يمنح إريتريا 19 مليون يورو. مخاوف الدبلوماسية من انزلاق إثيوبيا إلى حافة الهاوية. وأخيرا استقالة رئيس وزراء فرنسا بعد فوزه بانتخابات بلدية في شمال البلاد. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أهلا وسهلا بكم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم مجددا، ومعكم نشرة للأخبار يصحبكم فيها فتحي عثمان. في تقرير خاص قدمته السيدة دانيلا كرافيز، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا للدورة 44 للمجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طلبت الحكومة الإريترية بشكل عاجل بتوفير الغذاء للسكان، خاصة سكان ساحل البحر الأحمر وسكان المناطق الحدودية مع كل من إثيوبيا والسودان. وقالت المقررة بأن المعلومات المؤكدة تشير إلى وجود ضائقة معيشية كبيرة في البلاد، خاصة مع تشديد السلطات في إريتريا للقيود الصحية للحد من انتشار وباء كورونا وقفل الحدود مع دول الجوار. وبخصوص أوضاع حقوق الإنسان، قالت السيدة كرافيز بأنه لم يطرأ أي تحسن على وضع حقوق الإنسان في البلاد، وأن على الحكومة الإريترية اتخاذ التدابير للحد من الانتهاكات. وتتمثل هذه التدابير في الإقرار بالأعداد الكبيرة من المعتقلين في السجون على خلفية تهم سياسية ودينية، والحد من هجرة الشباب، والتوجه نحو الاستثمار في القدرات الشبابية، وأخيرا السماح بشكل قانوني بتكوين منظمات المجتمع المدني في البلاد بما يسمح للشعب بتطوير وتحسين حياته. طلب النائب في البرلمان الإيطالي عن حزب فيفا إيطاليا نيكولاي كاري وزير خارجية بلاده لويجي دي مايو بالتدخل لدى السلطات في إريتريا بإعادة فتح المدرسة الإيطالية في أسمرة والسماح للطلاب بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وجاءت مطالب النائب الإيطالي بعد قيام الحكومة الإريترية بقفل جميع المدارس وفقا لسياستها في مكافحة وباء كورونا في البلاد. وقال النائب بأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بصورة تدريجية، وأن المدرسة يجب أن تعاود نشاطها وفقا للموجهات الصحية المحلية. وتأسست المدرسة الإيطالية في إريتريا سنة 1935، وتوفر خدماتها التعليمية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بالمنهج الإيطالي. أكد صندوق الطوارئ الخاص بأفريقيا والتابع للاتحاد الأوروبي تخصيص 100 مليون يورو لكل من السودان وإريتريا لمواجهة المصاعب المعيشية في البلدين. وخصص الصندوق مبلغ 19.7 مليون يورو لإريتريا، بينما خصص باقي المبلغ للسودان في ظل المصاعب المتعاظمة للبلدين بسبب الأوضاع الصحية المترافقة مع وباء كورونا. أكدت مصادر دبلوماسية بأن مخاوف حقيقية من انزلاق إثيوبيا إلى حافة المواجهات العرقية والديكتاتورية. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تشييع جثمان المغني الإثيوبي الشاب هوجالو هونديسا في مسقط رأسه في مدينة أمبو يوم الخميس الماضي.
وقالت المصادر بأن ما يزيد عن 90 شخصا لقوا حتفهم في الاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا حاليا، وأن الأوضاع تزداد سوءا بقيام الحكومة بقفل منصات إعلامية لقومية الأورومو واعتقال ناشطين وصحفيين وقطع خدمة الإنترنت. وتفيد الأنباء بأن عدد الصحفيين المعتقلين في البلاد وصل إلى 70 صحفيا حتى الآن، وهو ما يشكل خطرا على حرية الصحافة في البلاد. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. أعلن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزي استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب من منصبه يوم الجمعة الماضي، ولم يحدد الإليزي أسباب الاستقالة ولا خلفياتها. ولد إدوار فيليب في 28 من نوفمبر من عام 1970 في مدينة روان في وسط فرنسا، وهو سياسي فرنسي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد يوم واحد من تنصيبه رئيسا للجمهورية الفرنسية كأول رئيس لوزراء فرنسا في ولايته في 15 من مايو من عام 2017. وشكل ما أطلق عليها حكومة إدوار فيليب في 2017، وهي الحكومة 40 للجمهورية الفرنسية الخامسة. وفاز إدوار فيليب في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الماضي كعمدة لبلدية لوهافر في شمال فرنسا، والتي كان يشغل منصب عمدتها عندما تم استدعائه لتولي رئاسة الوزراء، ومن المرجح أن يعود إلى ممارسة صلاحياته كعمدة للمدينة بدلا من رئيس الوزراء، رغم أن القانون يسمح له بالاحتفاظ بالمنصبين في وقت واحد. وعانى إدوار فيليب في فترة ترأسه للحكومة من مواجهات ذوي السترات الصفراء والمظاهرات الكبيرة ضد قوانين التقاعد، إضافة إلى الوباء الذي ضرب اقتصاد البلاد. بهذا الخبر من باريس مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا تطالب الحكومة بتوفير الغذاء للشعب. عضو في البرلمان الإيطالي يطالب بفتح المدرسة الإيطالية في أسمرة. صندوق الطوارئ لأفريقيا يمنح إريتريا 19 مليون يورو. مخاوف دبلوماسية من انزلاق إثيوبيا إلى حافة الهاوية. وأخيرا استقالة رئيس وزراء فرنسا بعد فوزه بانتخابات بلدية في شمال البلاد. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمنا لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول الأوضاع المتأزمة في إثيوبيا والمخاوف من تحول المظاهرات وردة الفعل الحكومية تجاهها إلى أزمة تهدد ليس فقط إثيوبيا بل منطقة القرن الأفريقي بكاملها. للمزيد تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. هذه إذاعة إرينا. شيع يوم الخميس الماضي في بلدة أمبو الفنان الإثيوبي الشاب أوتشالو أونديسا، والذي فقد حياته إثر إطلاق الرصاص عليه مساء يوم الاثنين الماضي في العاصمة أديس أبابا. وعلى الفور اندلعت أعمال عنف في إثيوبيا على إثر الاغتيال. وتفيد الأخبار بأن حصيلة القتلى حتى ساعة إحداد هذا الخبر وصلت إلى 90 قتيلا حسب ما أشارت بذلك وكالة رويترز للأنباء. نعم، الأمور في إثيوبيا تتجه نحو وضع كارثي، فرئيس الوزراء أبي أحمد قام بحملة اعتقالات كبيرة في أوساط الناشطين من قومية الأورومو. طالت الناشط الشهير جوهر محمد المنافس المحتمل له في الجولات المقبلة من الانتخابات التي تم تأجيلها إلى مدى غير محدد. يزيد من تأزم الأوضاع من الانزلاق إلى مواجهات عرقية اتخاذ الحكومة إجراءات تعسفية لاحتواء الأوضاع، مثل إنزال الجيش والشرطة إلى الشارع وإطلاق النار، وهذا ما حدث فعلا، إذ قام الجيش والشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين
وتخللت المظاهرات أعمال تفجير راح ضحيتها العديد من القتلى. فإلى أين تسير الأوضاع في إثيوبيا؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. التكهن والرجم بالغيب بهذا الخصوص لا يعد عملا محترفا، ولكن اعتمادا على المعطيات المتوفرة فإن الأزمة التي تواجه رئيس الوزراء الإثيوبي تعد أزمة غير مسبوقة، وهي تتزامن مع حدثين: الأول الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق السلام مع إريتريا وتأزم العلاقات مع إقليم تيغراي في الشمال. فحكومة هذا الإقليم قامت بخطوة ضد قرار الحكومة المركزية بإعلان أنها سوف تنظم الانتخابات في الإقليم في تحد لرئيس الوزراء أبي أحمد الذي أجل الانتخابات في البلاد إلى أجل غير مسمى حتى تنجلي خطط مقاومة فيروس كورونا كما قال، ولكن بعض الأطراف تتهمه بإرادة البقاء في السلطة دون الاعتماد على تفويض شعبي من قبل الشعب. وطلبت حكومة إقليم تيغراي من المفوضية الوطنية للانتخابات الإشراف على الانتخابات التي تنوي تنظيمها في البلاد، ولكن المفوضية رفضت تحت حجة أنها ملتزمة بقرار البرلمان الوطني بتأجيل الانتخابات حتى معرفة نهاية حالة الطوارئ الصحية. وفي الأيام القليلة الماضية كونت حكومة إقليم تيغراي مفوضية للانتخابات، وهذا إجراء ينقل التصعيد خطوة أخرى نحو الأمام. هذه إذاعة إرينا. إريتريا من جانبها تلتزم الصمت فيما تمر به إثيوبيا، وإن كانت بعض المصادر تؤكد بأن إريتريا تقدم نصائح لرئيس الوزراء باتخاذ إجراءات حازمة ضد خصومه، لأن إبداء الضعف في هذه الأوقات قد يكلفه منصبه وقد يكلف إثيوبيا أمنها وسلامتها حسب رأي المسؤولين الأمنيين الإريتريين بحسب ما تشير به مصادر دبلوماسية. ويبقى انتظار ما تنجلي عنه الأحداث، وسوف نرصد معكم بالمتابعة والتقارير والتحليلات ما يجري في إثيوبيا أولا بأول. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم التقرير الذي أعده قسم لغة الأورومو في الBBC عن الفنان الراحل هوتشالو هونديسا وتأثيره في المجال العام لبلاده، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نقدم لكم تقرير الصحفي بقلي أتوما من خدمة لغة الأورومو من الBBC عن الفنان هوتشالو هونديسا. ويقول بقلي: أصبح هوتشالو هونديسا السجين السياسي السابق الذي نشأ راعيا للمواشي واحدا من ألمع النجوم في سماء الموسيقى الإثيوبية، وكانت أغانيه التي تتغنى بالحب والحرية السياسية والتي كان يصيغ كلماتها بيسر في موسيقاه تطرب وتلهم المعجبين به. كان والد أوشالو الذي كان يعمل في شركة الكهرباء في مدينة أمبو يطمح إلى أن يصبح ابنه طبيبا، ولكن هوتشالو لم تكن له مثل تلك التطلعات، ومنذ نعومة أظافره أبدى حماسا ملحوظا وشغفا بالموسيقى والغناء، وكانت والدته تشجعه على المضي قدما في هذا المسعى عندما كان يرعى الماشية في مزرعة الأسرة الواقعة في تخوم مدينة أمبو في منطقة أوروميا، معقل شعب الأورومو كبرى المجموعات الإثنية في إثيوبيا. وكان هوتشالو قد قال في مقابلة أجرتها معه الBBC في عام 2017: كنت أغني كل ما يأتي في بالي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السجن ل5 سنوات. ولد هوتشالو وهو واحد من 8 أشقاء وشقيقات في عام 1986 في مدينة أمبو التي تقع على مسافة 100 كيلومتر إلى الغرب من أديس أبابا. وكانت أمبو تقع آنذاك في مقدمة الحملة التي يخوضها شعب الأورومو من أجل الحكم الذاتي في بلد يشعرون فيه بالتهميش والاضطهاد من قبل حكومة كانت تحظر الحركات المعارضة وتسجن المنتقدين. وتلقى هوتشالو تعليمه في أمبو وانضم إلى مجموعة طلابية كانت تنادي بالحرية. وعندما بلغ 17 من عمره في عام 2003 سجن لمدة 5 سنوات لنشاطاته السياسية.
وكان والده يرفع معنوياته وهو في السجن، إذ كان يقول له أثناء زيارته له أن السجن يزيد الرجال قوة. أصبح تشالو أكثر تسييسا وهو في السجن، إذ ازداد وعيا بتاريخ إثيوبيا بما في ذلك تاريخ حكامها من أباطرة ومتسلطين، كما تمكن من تطوير قدراته الموسيقية عندما كان نزيل السجن في أمبو. وقال في المقابلة التي أجرتها معه الBBC في عام 2017: لم أكن أعرف كيفية كتابة الكلمات وصياغة الألحان إلى أن أودعت خلف الغضبان، وتعلمت كل ذلك في السجن. وقد ألف هاشالو 9 أغاني، وأطلق أولى ألبومات الذي كان يحمل عنوان سباق الملك في عام 2009 بعد عام واحد من إطلاق سراحه. هذه إذاعة إرنا. لازلتم تستمعون مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى التقرير الصحفي للصحفي الإثيوبي بقالي أتوما عن الفنان الراحل هاشالو هونديسا. رفض المنفعة. تحول هاشالو بفضل ذلك الألبوم إلى نجم موسيقي ورمز سياسي لتطلعات شعب الأورومو، لكن قلل من أهمية دوره السياسي، إذ قال: لست سياسيا، أنا فنان، والغناء حول معاناة شعبي لا يجعلني سياسيا. وكان الكثيرون من الفنانين والناشطين قد فروا إلى المنافي خوفا من الاضطهاد من قبل أنظمة الحكم المتعاقبة التي كان يقودها كل من رئيس الحكومة ميلس زناوي وخلفه هايلي مريم دسالين. ولكن هاشالو آثر البقاء في إثيوبيا، وكان يشجع الشباب على الدفاع عن حقوقهم. وتروي واحدة من أغانيه قصة وقوعه في حب فتاة كانت فخورة بهويتها ومستعدة للموت في سبيل تلك الهوية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. محاربون وفرسان يتحلون بالشجاعة. أصدر هاشالو ثاني ألبوماته تحت عنوان معاناتنا في عام 2013، عندما كان يحيي سلسلة من الحفلات في الولايات المتحدة، وأصبح الألبوم الأكثر مبيعا في موقع أمازون في ذلك الحين. وبعد عامين أصدر أغنية ما هو وجودي المؤثرة، التي كانت تتعلق بطرد أفراد شعب الأورومو من أديس أبابا والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد أن قررت الحكومة توسيع حدود العاصمة. فبالنسبة لهونديسا، أثبت طرد الأورومو من محيط العاصمة في عام 2015 أن التاريخ يعيد نفسه. وكان هاشالو يؤمن بما يقوله مؤرخو الأورومو من أن المدينة المعروفة الآن باسم أديس أبابا كانت يوما موطنا لعشائر تولاما العائدة لشعب الأورومو، والذين طردوا منها من قبل الإمبراطور منيليك الثاني. وأثار هاشالو غضب محبي ومؤيدي الإمبراطور في يونيو الماضي بعد أن اتهم منيليك الثاني بسرقة خيل الأورومو الذين ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم محاربين وفرسان يتحلون بالشهامة، عندما استولى على أديس أبابا وجعلها عاصمة لمملكته في عام 1886. وتحولت أغاني هاشالو إلى أناشيد تتغنى بها حركة الاحتجاجات التي انطلقت في عام 2015 للمطالبة بوقف عمليات ترحيل الأورومو. وأصدر هاشالو أغنية أخرى في عام 2017 في وقت كان يشهد تصعيدا في الاحتجاجات، وأنشد هاشالو قائلا وسط هتافات معجبيه: لا تنتظروا العون من الخارج، فهذا حلم لن يتحقق. انهضوا وجهزوا خيلكم للقتال، فأنتم الأقرب إلى القصر. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعين الكرام تستمعون في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث إلى التقرير الذي كتبه الصحفي الإثيوبي بقالي أتوما من خدمة الBBC بلغة الأورومو عن الفنان هاشالو هونديسا. تصاعدت الاحتجاجات وتحولت إلى حملة كبرى للمطالبة بحريات سياسية أوسع، وتكللت الحملة بتعيين أبي أحمد كأول فرد من شعب الأورومو رئيسا للوزراء في عام 2018.
ووعد أبي أحمد بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن الحركات المعارضة وإجراء انتخابات ديمقراطية. وبعد شهرين من تسلم أبي منصبه الجديد، دعت الحكومة هاجالو لإحياء حفل يقام على شرف الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، الذي كان يقوم بزيارة إلى إثيوبيا هي الأولى منذ أن وضعت الحرب الحدودية أوزارها بين البلدين. أثبت هاشالو في ذلك الحفل بأنه لم يتخلى عن استغلاليته وشجاعته، فقد غنى عن ضرورة تحقيق العدالة للناس الذين فقدوا أرواحهم في القتال الذي جرى في شرق إثيوبيا بين الأورومو والصوماليين، وتساءل عن صحة إقامة الحفل بينما تؤبن الأسر موتاها. وانتقده مسؤولون حكوميون لاحقا لأداء أغاني غير مناسبة، ولكن ما جرى في ذلك الحفل زاد من شعبيته. ورغم أنه كان يغني بلغة الأفان أورومو حصرا، كانت أغانيه وخصوصا الأغاني التي تدعو إلى المزيد من الحريات السياسية في إثيوبيا سببا في جذبه للمعجبين من كل المجموعات الإثنية في البلاد. وكان هاشالو يقيم في أديس أبابا التي قتل فيها مساء الاثنين الماضي. وبينما لم تتضح إلى الآن دوافع الجريمة، كان هاشالو يتحدث مرارا عن تسلمه تهديدات بالقتل من أناس يختلفون معه سياسيا. وكان قد قال قبل سنوات 3: الموسيقى هي حياتي، وقد جلبت لي أعداء وأصدقاء، ولكنها تظل أداة أستخدمها للتحدث باسم شعبي، وهي أداة أستخدمها للتعبير عن مشاعري. ونزل مؤيدوه إلى الشوارع في العديد من المدن والبلدات احتجاجا على مقتله، مما أدى اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 80 شخصا على الأقل، واعتقال أكثر من 30 بمن فيهم السياسي البارز جوهر محمد. وهتف بعض من مؤيديه وهم يرفعون علام الأورومو: سنتحرر يوما ما، دمك لن يهدر سدى. وترك هاشالو وراءه زوجته فانتو ديميسي التي اقترن بها قبل 10 سنوات وابنتيهما. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعين الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث إلى التقرير الذي أعده الصحفي الإثيوبي بقالي أتوما عن الفنان الراحل هاشالو هونديسا، والذي فقد حياته يوم الاثنين الماضي في العاصمة أديس أبابا. بهذا القدر من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم، نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا تطالب الحكومة بتوفير الغذاء للشعب. في تقرير خاص قدمته السيدة دانييلا كرافيز، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا للدورة 44 للمجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالبت الحكومة الإريترية وبشكل عاجل بتوفير الغذاء للسكان، خاصة سكان ساحل البحر الأحمر وسكان المناطق الحدودية مع كل من إثيوبيا والسودان. عضو في البرلمان الإيطالي يطالب بفتح المدرسة الإيطالية في أسمرا. طالب النائب في البرلمان الإيطالي عن حزب فيفا إيطاليا نيكولا كاري وزير خارجية بلاده لويجي دي مايو بالتدخل لدى السلطات في إريتريا بإعادة فتح المدرسة الإيطالية في أسمرا والسماح للطلاب بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وجاءت مطالب النائب الإيطالي بعد أن قامت الحكومة الإريترية بقفل جميع المدارس وفقا لسياستها في مكافحة وباء كورونا في البلاد. وقال النائب بأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بصورة تدريجية، وأن المدرسة يجب أن تعود العمل وفقا للموجهات الصحية. صندوق الطوارئ لأفريقيا يمنح إريتريا 19 مليون يورو. أكد صندوق الطوارئ الخاص بأفريقيا والتابع للاتحاد الأوروبي تخصيص 100 مليون يورو لكل من السودان وإريتريا لمواجهة المصاعب المعيشية في البلدين. وخصص الصندوق مبلغ 19 مليون و700 ألف يورو لإريتريا، بينما خصص باقي المبلغ للسودان في ظل المصاعب المتعاظمة للبلدين، وذلك بسبب الأوضاع الصحية المترافقة مع وباء كورونا. مخاوف دبلوماسية من انزلاق إثيوبيا إلى حافة الهاوية.
أكدت مصادر دبلوماسية بأن هناك مخاوف حقيقية من انزلاق إثيوبيا إلى حافة المواجهات العرقية والديكتاتورية، وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تشييع جثمان المغني الإثيوبي الشاب هوتشالو هونديسا في مسقط رأسه في مدينة أمبو يوم الخميس الماضي. وقالت المصادر بأن ما يزيد عن 90 شخصا لقوا حتفهم في الاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا حاليا، وأن الأوضاع تزداد سوءا بقيام الحكومة بقفل منصات إعلامية لقومية الأورومو واعتقال ناشطين وصحفيين وقطع خدمة الإنترنت. استقالة رئيس وزراء فرنسا بعد فوزه بانتخابات بلدية في شمال فرنسا. أعلنت الرئاسة الفرنسية استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب من منصبه يوم الجمعة الماضي، ولم يحدد الأليزي أسباب الاستقالة ولا خلفيتها. وكان إدوار فيليب قد فاز في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الماضي كعمدة لبلدية لوافر في شمال فرنسا، والتي كان يشغل منصب عمدتها عندما تم استدعائه لتولي رئاسة وزراء الحكومة، ومن المرجح أن يعود إلى ممارسة صلاحياته كعمدة للمدينة بدلا من منصب رئيس الوزراء، رغم أن القانون يسمح له بالاحتفاظ بالمنصبين في وقت واحد. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم تحيات محدثكم فتحي عثمان، وتحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.